مايكل هارت قضى 28 عاما يؤلف في كتابه الخالدون 100، وبعد أن أتمه أعلن في محاضرة له في لندن عن أعظم شخصية في التاريخ، وكان الجمهور يقاطعه بالاحتجاج والصراخ كي لا يتم حديثه الذي قال فيه: وقف الرجل في قرية صغيرة في مكة، قال للناس فيها: أنا رسول الله إليكم، جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فآمن معه 4: زوجته، صاحبه، وطفلان. ثم قال مايكل هارت: الآن بعد مرور 1400 عام عدد المسلمين تجاوز 1.5 مليار، وكل يوم في ازدياد، فلا يمكن أن يكون كذبا، لأنه ليس هناك كذبة تعيش 1400 سنة، ولا يمكن لأحد أبدا أن يخدع أكثر من 1.5 مليار. ثم قال: أمر آخر، رغم مرور هذا الزمن الطويل هنالك الملايين من المسلمين مستعدون للتضحية بأنفسهم في سبيل كلمة تمس نبيهم، فهل هناك مسيحي واحد أو يهودي واحد يفعل ذلك من أجل نبيه أو حتى ربه؟ إنه أعظم شخصية في التاريخ، محمد صلى الله عليه وسلم. بعدها ساد صمت رهيب إجلالا لسيد البشر صلى الله عليه وسلم.